سلام اخواتي، رجعت لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم اخواتي افضل 5 خطط. كثير عم تطلبوا مني بالتعليقات ابن حماه بدنا فيديو الخطط. اخواتي صدقوني في خطط الخارقه النادره ما عم تنزل، فاليوم جايب لكم افضل 5 خطط. بس انا اقتنعت انه الخطه بتمشي معك اسبوع وممكن بعدها توقف، خلص بتحسها انه اكلت سكريبت. فبتمنى يا اساطير اذا حابينها سلسله تكون اسبوعيه دعمونا اياها باللايك. معنا اول خطه اخواتي، الخطه هاي اللي نزلت بفتره سابقه مع نادي ايراني بدوري ابطال اسيا. طبعا الخطه انحذفت او خطه شبيهه لها. اليوم انا راح اجيب لكم خطه نسخه طبق الاصل عن الخطه اللي انتم شايفينها حاليا، بس راح يكون سي ام اف. بدك تقول لي يا ابن حماه فرق عنا؟ نسخه طبق الاصل غمض عيونك ورجع فتح بتلاقيها نفسها. طيب شو الفرق هاي عن هديك؟ انه هاي ما بيصير مثلا نقول ام اف. انا بدي اعطيك البديل صدقني. هلا لنقول حاطط انا سي ام اف، اسلوبه هول بلاير راح يتقدم، حتى اذا بده يحطه دي ام اف بده يروح يتقدم. فلما تخلي اسلوب اللاعب الهول بلاير او بين الوسط والهجوم راح يتقدم تلقائيا. فالخطه هاي نسخه بالاصل عن الخطه السابقه. فيك تلعب بهاي الخطه لنقول لونج بال كونتر كويك كونتر استحواذ. هذا شيء بيرجع لك، انت لازم تعرف الاسلوب اللي انت مستخدمه، هذا شيء بيرجع لك. ننتقل للخطه اللي بعدها اخواتي. الخطه ممكن البعض منكم يعرفها، بس راح اعطيكم اسلوب خاص تجربوا فيها هاي الخطه. جايب لكم لكل خطه اسلوب خاص. هاي الخطه الخاصه بمنتخب كوريا. طبعا ممكن تقول لي الخطه موجوده او نازله بفتره سابقه. طبعا كل الخطط موجودين، يعني ما بينزل الخطط النادره الخارقه. بس هاي الخطه جربوا لي اياها شباب مع اسلوب اللونج بال. اللونج بال اللي هو اخر اسلوب من تحت، الخاص بمدرب ايفرتون. هذا الاسلوب يتميز بانه اللعيبه كلها بتخترق من النص، يعني الار ام اف والال ام اف راح يضموا للنص. يعني بتحس هاي الخطه بتصير هاي الخطه 4-2-4 حرفيا. هاي الخطه راح تصير معك 4-2-4. الكل راح يصعد بالهجمات، بالاخص هجمات مرتده، لانه بصير الهجوم من العمق. ننتقل للخطه اللي بعدها، خطه خاصه بمنتخب بوركينا فاسو. تقريبا مشابهه لهي الخطه اللي انتم شايفينها، بالمبدأ مشابه. بس هاي تنفع للمدرب توخيل اللي هو العرضيات او الاوت وايد. هاي الخطة جاية حصر وتنزيل للمدرب توخيل للناس اللي بتلعب عرضيات. في خطة منتخب الارجنتين شرحنا عنها، بس هاي بحسها انه افضل. هاي الخطة افضل للاوت وايد. جربوها واعطوني رايكم. طبعا بدك تكونوا مخلي لعيبة خاصين للعرضيات. انا شرحت فيديو عن المدرب توخيل بس للاسف ما جاب يعني واسلوب اللعب، فالناس كلها هم الباكجات. على راحتكم يا شباب، انا ما فارقه معي، خليكم تبحثوا على الباكجات والتسريبات. ننتقل للخطه اللي بعدها. هي خطه دفاعيه اذا ساءت نتائجك معلم، خاصه بمنتخب قبرص. سايقه نتائجك وضعك صعب، حطها يا معلم، اخربها بالدفاع، خلي الخصوم تقرف الدفاع. خلي الخصوم تولول يا معلم. لعب 5-3-2. هاي 5-3-2 شرعية 100%. غير الخطط هدوليك وحدة مقدم وحدة مقرب، لا هلا هون بصير عندك بلوك دفاعي شي خرافي. وبالاخص يا معلم مع اسلوب اللونج بال كونتر مع عمك سيميوني. سيميوني معلم شيخ المدربين. لحتى تفهم سيميوني لازم تحضر الجيم بلاي اللي بنزلها، بس للاسف بسهر على الفاضي، بيلعب جيم بلاي وبجيب لكم جلد ولا كاني منزل شيء. لا دعم لا لايك لا مشاهدات ولا شيء، والله العظيم لو خالتكم مرتبوكم وهيك، لا والله. طيب ننتقل للخطة الأخيرة شباب. الخطة الأخيرة الخاصة بريال مدريد. فيك تلعب فيها استحواذ وفيك تلعب فيها لنقول كويك كونتر. كويك كونتر أو استحواذ، تمام. الخطة حلوة من باب التنويع، من باب التنويع ما أكتر، لكسر السكريبت. إذا بالع سكريبت نوع، وإذا أمورك تمام وماشي لا تغير، خليك على الخطة والأسلوب اللي ماشي معك. اكتبوا لي بالتعليقات أي أفضل خطة برأيكم، شو الخطة اللي أنتم مستخدمينها والأسلوب المناسب لها، وهل ماشي معكم أو لا. ممكن نستفيد من بعض. اعطوني رايكم اي افضل خطه من الخمسه اللي عرضناهم. بالمبدا الاسلوب هو اهم من الخطه، فانت لما تختار اسلوب مناسب للخطه راح تفرق معك. بس انتوا اخر همكم غير البث باكجات وتسريبات، وبكره راح ننزل لكم تسريبات. تبشروا شروحات ما عاد ننزل، خذوها مني والله. شوفكم الله راد فيديو جديد، وبالتوفيق للجميع. سلام.